الطالب اللي مستني يبدا بعد العيد، ليه يا صديقي؟ انت قدامك 4 أو 5 ايام ممكن تستغله. ازاي يا مستر؟ عايز اعرفك يا صديقي، منهج الاحصاء بيتكون من كام؟ بيتكون من 5 ابواب: الباب الاول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع، الباب الخامس. يا صديقي انا هشرح لك الاحصاء من الصفر، يعني انت لو مش عارف يعني احصاء هاخدك من ايدك كده تاتا تاتا هفهمك يعني احصاء بالتفصيل. بص يا صديقي، انت عندك الباب الاول، الباب الاول ده الوحده الاولى اهي، الوحده الاولى. الوحده الاولى مجهز لك يا صديقي، مجهز لك حاجه فاخر من الاخر. بص عليا كده يا صديقي. طيب هنا درس الارتباط ودرس الانحدار، مجهز لك زتونه على الوحده الاولى، شرح تلخيصي للقوانين بتاعت الوحده الاولى، شرح تلخيص اهي، شرح تلخيص. بص يا صديقي، وبعد كده بادئ معاك بايه؟ طبعا انا واخد لك درس الارتباط، اول درس في الاحصاء، مديك القوانين ومديك القانون بتاع معامل الارتباط ومديك مثال عليه او مثالين. وبعد كده رحنا داخلين على مين؟ احنا خدنا معامل الارتباط بتاع بيرسون، معامل الارتباط بتاع مين؟ بتاع سبيرمان. تمام، مديك حاجه حلوه، حاجه تفتح نفسك، حاجه فاخر من الاخر. بص يا صديقي، وبعد كده داخل معاك على ايه؟ بعد ما اخذنا مساله او مسالتين على معامل الارتباط بتاع بيرسون، دخلنا على معامل الارتباط بتاع سبيرمان، ودخلنا على قوانين الانحدار، مديك شرح تلخيصي. وبعد ما مديك شرح تلخيصي مديك يا صديقي، مديك شويه حل. شويه ايه؟ شويه حل. يا مستر شويه حل. تمام كده. طبعا المسائل بتاعتنا اهي لمم لك الوحده الاولى شرح تلخيصي. طب الحل اللي على الوحده الاولى من فين يا صديقي؟ الحل اللي على الوحده الاولى عندي من 3 مصادر: من ملخص المعاصر، من ملخص المهد، من كتاب المدرسه. لمم لك صفوه الاسئله المتوقع ظهورها في الامتحان. ماشي يا بطل؟ يبقى انت كده دي زتونه الوحده الاولى. ادخل بقى يا صديقي على مين؟ ادخل بقى يا صديقي على زتونه الوحده الثانيه. زتونه الوحده الثانيه اهي. تمام كده؟ طيب ماشي. زتونه الوحده الثانيه 22 صفحه، مديك شرح تلخيصي اهي، شرح تلخيصي للوحده الثانيه. تمام كده؟ شرح تلخيص على الوحده الثانيه، شويه مسائل محلوله، شويه مسائل محلولين على الوحده الثانيه يا بطل. تمام. وبعد كده هندخل على مين يا ابطال؟ شويه القوانين اللي هم ايه؟ شويه حاجات كده مهلبيه، حاجه فاخر من الاخر، حاجه متعوب فيها. بص يا بطل، ادخل بعد كده على مين؟ على الاسئله بتاعت الوحده الثانيه. الاسئله بتاعت الوحده الثانيه يا بطل، الاسئله بتاعت الوحده الثانيه حاجه حلوه اهي، اسئله مجمعها لك من ال3 مصادر. تمام كده؟ يبقى في بدايه كل باب مديك الشرح التلخيصي بتاع الباب، ومديك مسائل من 3 مصادر. مجهز لك كم مذكره؟ مجهز لك 6 مذكرات. ازاي يا مستر 6 مذكرات؟ يعني 6 زواتين. الزيتونه دي معناها ايه يا بطل؟ مش الزيتونه اللي بتاكلها، لا، الزيتونه اللي بشرح لك فيها عباره عن شويه قوانين، اللي هم شويه قوانين اللي هم بتاعت الشرح التلخيصي، وبعد كده مسائل من ال3 ملخصات. طب مثلا انت بتقول هم 5 ابواب، مجهز 6 زواتين او 6 مذكرات. ليه؟ لان الباب الاول والباب الثاني كل واحد في مذكره، والباب الرابع والباب الخامس كل واحد في مذكره. اما الباب الثالث عشان باب ليه خصوصيه كده، واغلب زمايلكم على مستوى الجمهوريه اشتكت منه، مجهز لك الجزء الاول والجزء الثاني. طب يا مستر لو انا محتاج الباكجات، مش كده وبس، انا كده مجهز لك المذكرات ومجهز لك بوسترات. ايه هو البوستر؟ البوستر ده فيه اهم القوانين والتركات والملاحظات بتاعت كل باب. كم بوستر؟ 5 ابواب، كل باب عليه بوستر. طب لو انت عايز الباكج ده اهو، الباكج ده متاح لكل طلبه الجمهوريه. بص يا صديقي، هيظهر قدامك على الشاشه دلوقتي رقم المنصه. تمام كده؟ هيظهر قدامك في الفيديو، هتتواصل مع رقم المنصه، متاح الشحن لجميع المحافظات من اسكندريه لاسوان. هتتواصل مع رقم المنصه يشحن لك الباكج بتاعك لكل طلبه الجمهوريه. الباكج ده هيكون محتوى ايه؟ الباكج ده هيكون فيه محتوى 6 زواتين اللي هم 6 مذكرات، حاجه حلوه. مجهز لك 5 بوسترات، مش كده وبس، مجهز لك نوت ومجهز لك ميداليه ومجهز لك شويه حاجات حلوين خالص في الباكج. هتعمل انبوكس للباكج هتلاقي حاجه فاخر من الاخر. مش كده وبس، وعشان احنا داخلين على عيد، انا قررت ان انا اعيد على كل اولادي وكل بناتي على مستوى الجمهوريه، ودي عيديه من بابا احمد منصور. عملت لك كام؟ عملت لك خصم 50% على ثمن الباكج. اسال على العرض اللي ماشي على الارض، رقم المنصه يظهر قدامك على الشاشه، اتواصل مع رقم المنصه وخد الباكج بتاعك. مش كده وبس، انا هنزل لك الشرح بالكامل على اليوتيوب. يبقى انت اخدت الباكج والشرح بالكامل هيبطل على اليوتيوب، هتلاقي حاجه حلوه جدا 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 هتدعي لي عليها. وبعد ما احنا نخلص الشرح التلخيصي والحل على ال5 ابواب، هشتغل معاك حل امتحانات محاكاه على امتحانات اخر السنه، وهنحل النماذج الاسترشاديه، وهنحل امتحان 2025 اللي فات بتاع الثانويه العامه، و2025 بتاع الازهر. بص يا صديقي، مجهز لك حاجه عظمه. شد حيلك وتواصل مع رقم المنصه عشان تاخد الباكج. اشوفكم على خير، سلام.